بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الأعزاء، أنا معكم أحمد محمد باريان من مكة المكرمة، وهذا أول مقطع مصور لي على اليوتيوب، ولله الحمد والفضل والمنة، ثم لأخي محمود أبو حرب من الأردن الذي شجعني على التسجيل، وذلك لما رأى فيني من حبي إلى الدعوة إلى الله عز وجل. فأبدأ معكم إخواني بموضوع يهم الجميع، ألا وهو موضوع الرزق. موضوع الرزق وهو المال الذي نحتاجه جميعا في هذه الحياة. فأحببت أن أطرح اليوم موضوعا يهم الجميع، وهو أساليب أو طرق تيسير الرزق التي شرعها الله عز وجل في ديننا الحنيف. فأول سبب من أسباب تيسير الرزق هو تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة. الله أكبر. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، وعزاه الإمام السيوطي في الدر المنثور إلى أبي يعلى وأبي نعيم. أيضا يا إخواني، قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل عليه أمر الدنيا وأمر الآخرة. الله أكبر. وقال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني يبارك له في رزقه. ومن الأسباب في تيسير الرزق وزيادته أيضا كثرة الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وقول سيد الاستغفار. وقول سيد الاستغفار، وهو حديث في صحيح البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر. حديث جميل. أوصي نفسي وإياكم بحفظ هذا الحديث وترديده صباحا مساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومنه أيضا، أي من الأسباب الجالبة للرزق، الوضوء لكل حدث. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: وجدت في بعض ما أنزل الله تعالى، أي من الكتب السابقة، أنه من توضأ لكل حدث ولم يكن دخالا على النساء في البيوت ولم يكسب مالا بغير حق رزق من الدنيا بغير حساب. ومن الأسباب الجالبة للرزق إن شاء الله الصلوات الخمس إذا أقيمت في جماعة بالنسبة للرجال بحضور قلب وخشوع وإتمام للأركان تجلب الرزق بإذن الله تعالى. ويشهد لذلك قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صليت الصلوات الخمس كلها حلت عنك هذه عقدة، وأطلقت عنك هذه عهدة، وصرفت عنك هذه عظيمة، ووضعت عنك هذه كبيرة، وغسلت عنك هذه موبقة، ثم نوافلك بعد ذلك زلفى، أي النوافل مع الفرائض. بعد ذلك زلفى، النوافل تقربك إلى الله تعالى بإذنه عز وجل. ومن صلى الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. سبحان الله العظيم. أكتفي إخواني بهذا القدر، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.